من العبادات وهو سهل، عبادة سهلة. يقول ابن تيمية رحمه الله عنها يعني يكاد يجمع أهل العلم أن أفضل العبادات بعد الفرائض هي هذه العبادة، سهلة جدا، لا تحتاج إلى جهاد في سبيل الله، ولا تحتاج إلى بذل الأموال ولا بذل النفس ولا بذل الأوقات، سهلة إلى أبعد درجة. ولكن الموفق من وفقه الله. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في البخاري ومسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إخواننا الأغنياء من المسلمين، إخواننا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويعتمرون كما نعتمر، ويجاهدون كما نجاهد. طيب ماذا تريدون؟ إلا أن لهم فضل مال ينفقون ويتصدقون وليس عندنا مال. هذه المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدلهم على كيف تسبقونهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم من خلفكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. في البخاري ومسلم. لما سمع الأغنياء هذا الحديث طبقوه، فجاء الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الطريق: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ألا وهي عبادة الذكر، ذكر الله جل وعلا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام علي قد كثرت، دلني على عمل أتشبث به. فقال الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله يا أخوان لا يريد فلوس، لا يريد مال، لا يريد وقت، لا يريد جهد، لا يريد تعب، لا يريد سهر، لا يريد أي شيء يتعب الجسم. فقط هذا اللسان يتحرك في السيارة وفي الدوام وفي الاستراحة وفي البر وفي البلد وفي كل مكان، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. وإذا تأملت القرآن تجد أن ربنا جل وعلا يأتي بكلمة كثيرا عند ذكر الله جل وعلا: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، حتى في الحرب: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة كثيرا موجودة مع ذكر الله جل وعلا. والأذكار كثيرة: أذكار الصباح وأذكار المساء واذكار الخروج من المنزل ودخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء أجلكم الله والخروج منه، حتى الجماع له ذكر ورد من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. جميع، وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند الأكل وعند الشرب وعند الانتهاء في كل وقت تذكر الله جل وعلا. ولذلك من أعظم العبادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: ألا أدلكم على عمل، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، لا إله إلا الله. عمل فقط اللسان يتحرك، عضلة اللسان، ولذلك اللسان لا يتحرك، لا يتعب. الذي يتعب ربما الحلق، لكن اللسان لا يتعب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ووردت أذكار يسيرة جدا ولكن أجرها عظيم. من أعظم هذه الأذكار ما جاء في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال، شوف هذا يأخذ منك 7 دقائق أو 10 دقائق، هذا من أعظم الأذكار. يكفيك من هالكلمة أنك تحفظ وتردد حتى تموت وتعلم عيالك وزوجتك، بيض الله وجهك. من قال لا إله إلا الله، كلنا نحفظها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلنا نحفظ هذه الكلمة. من قالها في يوم 100 مرة فما له يا رسول الله؟ كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل من العرب، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله وزاد عليه. 7 دقائق أو 10 دقائق، كنوز عظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه. هذه ما تأخذ دقيقتين،
سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تعرف زبد البحر؟ لو كانت ذنوبك تكفرها هذه الكلمة 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يروح عليك اليوم والأسبوع والشهر وأنت ما قلت هذه الكلمة. ليش؟ خفيفة على اللسان وثقيلة عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مالك عند مسلم: والحمد لله، كلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان يوم القيامة وأنت بحاجة ربع الحسنة وأقل من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شرا يره. فأيها الأحبة، الاجتهاد في هذه العبادة السهلة. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. ويقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة وسلم استغفر الله 3 ثم قال ذكر بعد الصلاة. دائما كان مرتبط عليه الصلاة والسلام بذكر الله جل وعلا. أوصيكم ونفسي أن نكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكثر من ذلك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم لا توفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وإخواننا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لإمام المسجد واغفر لمؤذنه ومن بناه ومن عمره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لإخواني المصلين الذين يعمرونه بطاعتك. اللهم أصلح لي ولهم النية والزوجة والذرية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وكل رجال أمننا على حدودنا. اللهم عجل نصرهم وفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.